النهاردة هنعمل مع بعض حاجة من ريحة الفجر والريف، وكلنا كبرنا على ريحتها وطعمها. القرص الطرية اللي كانت كل ست تصحى بدري تعجنها وتخبزها، وريحة السمنة البلدي جايبة لآخر الشارع بطريقة زمان بتاعت ستي وستك الله يرحمها. خليكم معايا وتابعوا الفيديو عشان نرجع الطعم الأصيل بإيدينا، ونقول للأفران والمخابز احنا نقدر نعملها وبطعم أحلى وكمان طرية جدا. يلا نشوف المقادير معانا. كيلو دقيق، كوباية سمنة، كوبايتين لبن رايب، وربع معلقة ملح ومعلقة خميرة. ودي القشطة اللي بتبقى على وش اللبن، دي بتخلي الطعم حكاية. القشطة اللي بتبقى بنغلي اللبن ناخدها من وش اللبن. وده الملح اهوت. تمام. وبنحط الخميرة ونقلب فيها معلقتين السكر اللي احنا حطيناهم، وبندوب الخميرة ونسيبها على جنب شوية علشان تفور معانا وتبقى جاهزة. وبناخد السمنة في طاسة وبنسخنها، وبعد ما بتسخن بننزل بالقشطة كده. هتلاقي القشطة معاكي بدأت تسيح في قلب السمنة وتعمل وش أبيض كده. دي بتخلي الطعم في حتة تانية، بتخلي السمنة كأنها كلها سمنة بلدي. شايفة الشكل؟ شايفة الجمال؟ الريحة دي أصلا لما بتحط القشطة على السمنة وهي سخنة بتعمل طعم جنين. وهننزل هنجيب الدقيق وهننزل بذرة الملح وهنقلبها. تمام. وبعد كده هننزل بالسمنة، ولما ننزل بالسمنة هنبتدي نبس دي زي ما كانوا بيبسوا الكحك زمان كده، اللي احنا بنشرب الدقيق للسمنة كلها بحيث يتجانس، ما يبقاش فيه عندك دقيق، يبقى كل الدقيق متقلب مع السمنة ويديكي حاجة عاملة زي البسبوسة كده. يعني الدقيق خلاص شرب السمنة وبيديكي قوام شبه البسبوسة. لما تيجي تعجنيها كده اسمها بنبس الدقيق بايدينا طبعا، عشان انا بصور فمش جايبه لكم حركه البس، بس هتشوفوه دلوقتي ان انا بمسك كده العجينه بين ايديا وبتني افرك فيها لحد ما كل الدقيق يتشرب من السمنه اللي انا حطيتها، علشان ما تبقاش مكلكعه. شايفه شكل الدقيق عامل ازاي؟ بالشكل دوت كده انا تنتني اعملها لحد ما كل الدقيق شرب السمنه. بعد كده هنزل باللبن الرايب الاول قبل الخميره. تمام. هنزل باللبن عشان السمنه بتبقى دافيه شويه واللبن بارد، اضطر اخلي العجينه تبقى بارده، وبعد كده انزل بالخميره. تمام. وابتدي اعجن فيها كويس جدا. هي هتبقى معايا ما شاء الله عجينه طريه جدا. هتني اعجن فيها وهنزل بعد كده بالخميره بحيث ان العجينه بتاعتي تبقى ناعمه وطريه. تاني افتح في العجينه كده، يعني ما اضغطهاش يعني لتحت كده، لا بفتح فيها بصوابعي كده وانا بعجن. دي الخميره اهي بعد ما فارت نزلتها على العجين. تمام. وهعجنها وابتدي اخد العجينه ديت اقسمها علشان تطلع معايا قرص. بس اعجنها كويس جدا الاول. شايفه العجينه ما شاء الله طريه ازاي؟ العجينه طريه جدا و ما بتلزقش في الايد. شايفه ايدي هي ما بتلزقش. وحتى لما هاجي احطها في الصواني بعد كده مش هحتاج ادهن الصواني سمنه ولا ورق زبده ولا اي حاجه. صواني المونيا عاديه كبيره، اللي هي الصاجات الالمونيا الكبيره اللي بتدخل الفرن دي، هغطي بس عليها الاول ترتاح شويه ربع ساعه، او اغطيها كمان بقماشه بحيث يعني ترفع معايا وانا بقطعها تبقى سهله، وانا كمان ببططها تفرد معايا بمنتهى السهوله. كده هي اتخمرت ما شاء الله، تضاعفت. هتلاقي شايفه الخمر؟ شايفه بتغطس ازاي؟ خمرت وبقت جميله جدا. هاخد بقى العجينه ديت وابتدي اقسمها، اعملها كور كده عشان ابتدي ابططها. هجيب اهي كيس وهحط عليه العجينه. تمام. وبعد كده هبتدي اقرصها لقرص متساويه على اي صينيه او طبق عندك. هتبتدي تعملي كور جنب بعضها علشان خاطر تبططيها بعد كده وترصيها في الصاجات دي. كده انا بقى يعني بكورها لكم اهي. بمسك حته العجينه كده واتني ادخل فيها يعني اطبقها لجوه كده، اطبق فيها 4 5 تطبيقات كده وادخلها في بعضها وارصها جنب بعضها. وهوريكم دلوقتي ان انا عملت كل الكميه. ما شاء الله طلعت معايا كميه كبيره جدا، يعني كيلو دقيق عمل معايا كميه حلوه جدا. اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي ما شاء الله صينيتين، يعني حوالي 50 قرصة. انت لو رحت تشتري الحاجات دي من بره شوفي هتشتريها بكام، وكمان مش هتبقى بنفس الطعم ولا الريحة ولا النظافة اللي انت عاملة بيها حاجتك بايديكي وضمناها
هتبتدي بعد كده تجيبي الصاجات وترصي بقى تبططي ببساطة جدا. هتاخدي واحدة كده تعمليها على ايدك كده بصوابعك وتفرديها تحطيها في الصينية وتسويها بس مش اكتر. ولازم يبقى لها سمك كده، ما تبقاش رقيقة علشان تبقى نافشة معاكي وطرية وحلوة. ما بططهاش خالص، ما خليهاش رقيقة، اخليها كده ايه ليها سمك عشان تبقى حلوة معايا. تمام. اديني رصيتها في الصاجات، هبتدي اخلص الكمية. هتاخد معايا صاجين من الكبار دولت وهخبزها في الفرن الغاز اللي هو بردك بتاع زمان. تقدري تحطيها في فرن البوتاجاز بردك على درجة حرارة عالية. هي بتاخد سوا سريع، يعني انا بحطها ما بتاخدش معايا ربع ساعة في الفرن. وممكن لو في الفرن بتاع البوتاجاز ممكن تزيد لحوالي تلت ساعة. هاخدها بقى. بصي انا محطتش ورق زبده ولا دهنت سمنه ولا اي حاجه. هي اصلا ما شاء الله العجينه حلوه كده، يعني ايه منها فيها. وهتلاقي القرص لما نيجي نطلعها من الفرن هتلاقيها بتتحرك وبتجلون معاكي كده ومش محتاجه اي حاجه. هناخدها بقى وهنشوف الكميه دي. كل الكميه شايفه ما شاء الله طلعت معايا كميه قد ايه. والاماكن الفاضيه اللي عندك ديت لو كده تحطي قسم القرصه اتنين. انا دخلتها الفرن البلدي اهوت. تمام. بتاع زمان اللي هو الفرن الغاز، طبعا مش الفرن الطين بتاع زمان بقى، ما بقاش موجود. لكن ده الفرن الغاز اللي هو بالانبوبه ده. بصي شايفه الجمال، شايفه استوت. على فكره ما خدتش حتى ما كملتش ربع ساعه، يعني ممكن 12 دقيقه. شايفه الشكل ومستويه جدا، ويعني تحسيها ملدنه من بره كده وطريه جدا من جوه. طعمها صراحه يجنن، طعمها تحفه. لو عجبك الفيديو بجد ما تنسيش تعملي لي لايك وسبسكرايب وتتابعي معايا قناة فاطمة الصادق، واستني مني كل جديد. وسلمي لي على ريحة الفرن البلدي وريحة القرص الفلاحي. بكرر كمان مرة، ما تنسيش وما تبخليش عليا بلايك وشير وتعملي اعجاب للفيديو عشان اكمل لك حاجات تانية جديدة ونعمل مع بعض وصفات سهلة ولذيذة ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت. تابعوا قناتكم قناة فاطمة الصادق، والسلام عليكم ورحمة